العربيه اللي موجوده معانا النهارده واحده من اعظم السيارات اللي انتجتها شركه مرسيدس وبتهتم بيها جدا. هي مش اكتر مبيعات، لكنها واحده من اكتر العربيات اللي بتهتم بيها مرسيدس من اكتر من 75 سنه. الفئه الاي بتنزل من مرسيدس. العربيه اللي موجوده معانا النهارده هي النسخه الاي 200 الاكسكلوسيف. العربيه دي استيراد شركه اونتراك، واكسكلوسيف مش اي ام جي ولا ادفانسد ولا افنجارد. العربيه اللي موجوده معانا النهارده مختلفه شويه. ركز وهقول لك الاسعار وبتبتدي من كام. وخلي بالك ان العربيه دي اتعمل لها كونفجريشن، مش اشتريناها من على الارض في المانيا وجبناها، لا احنا قعدنا مع العميل يختار كل اللي هو عايزه في العربيه، عملنا لها كونفجريشن على ويب سايت مرسيدس، وبعد كده جبنا العربيه على مصر. عشان تعرف التفاصيل والاسعار وكل حاجه تخص الاي 200 الاكسكلوسيف ال 2025، كوبايه الشاي الجميله بقى وصلي على رسول الله ويلا بينا. المرسيدس الاي 200 النسخه الاكسكلوسيف ذات العلامه الخارجه من الكبوت، والعربيه دي دبليو 214 بالكود بتاع مرسيدس، وتم استيراد العربيه دي عن طريق شركه اونتراك اودو، واتعمل لها كونفجريشن على الويب سايت بتاع مرسيدس في المانيا عشان توصل للشكل اللي احنا واقفين عليه النهارده. اللي بيفرق النسخه الاكسكلوسيف عن النسخه الاي ام جي العلامه والشبكه الاماميه، وكمان الجنوط والطاره اللي من جوه في الصالون. النسخه الجديده من الاي كلاس بدات عام 2024 اول اصدار ليها، واختلفت عن الجيل السابق او الجيل اللي قبلها. الفوانيس اختلفت زي ما انت شايف، بقت شكلها مختلف، الكبوت كمان بقى مختلف، والشبكه الاماميه كمان بقت مختلفه. انا مش عاجبني في الشبكه الاماميه بالنسبه للاكسكلوسيف الفتحات دي عشان مبينه التفاصيل اللي ورا الشبكه، ودي حاجه بالنسبه لي خطر شويه. يعني احنا هنا في مصر طوبه زلطه مش عارف ايه ممكن تدخل تكسر الحاجات، انما الشبكه بتاعت الاي ام جي بتبقى مقفوله خالص، فيها نجوم 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 كده، فلو لا قدر الله حصل اي حاجه الشبكه هي اللي بتتاذي، لكن الحاجات اللي جوه الغاليه دي ما بيجيش جنبها حاجه. تعالى اقول لكم ايه تاني اختلف. طبعا الجنوط اختلفت، اشكال الجنوط نفسها بتاعت الاي ام جي وجنوط الافنجارد وجنوط الاكسكلوسيف بقت مختلفه خالص عن الجيل اللي قبل كده. وكمان هنروح لغايه الفوانيس الخلفيه اختلفت خالص جدا، بقت شكل كده عامل زي النجمه بتاعه مرسيدس، وبقت مربوطه قطعه واحده مع بعض. بالليل العربيه دي بتعمل اضاءات جميله جدا بالليل زي ما باين قدامك. كمان العربيه في الطول زادت 2 سم وفي العرض زادت 2 سم، وكمان قاعده العجلات زادت 2.2 سم، فالعربيه بقت اكبر اطول، ومن جوه المساحات بقت اكبر. برفورمانس تعالى. العربيه بتنزل بموتور 2000 سي سي 4 سلندر مايلد هايبريد، فيها موتور كهربائي صغنن كده. العربيه دي بتطلع 205 حصان بالاضافه الى 48 حصان من الموتور الكهربائي، و320 عزم نيوتن متر بالاضافه ل 210 عزم نيوتن متر طالع من الموتور الكهربائي. والعربيه دي بتجيب من 0 ل 100 في 7 ثواني، وبتستهلك 6 لتر لكل 100 كيلو بنزين. واعتقد الارقام دي حلوه جدا 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 على عربيه بالحجم ده. تعال بقى افرجك على الصالون، واحدث صالون نزل لنسخه اي كلاس من مرسيدس. يلا بينا. الصالون زي ما انت شايف كده مفيش اشيك ولا احلى من كده. احدث حاجه بقى نازله من مرسيدس وهي الشاشات السوبر سكرين. الشاشات دي بتنزل، السوبر سكرين بتنزل بواحد 2 3، بينما العاديه بتنزل هي الشاشه الوسطيه بس، ودي بتبقى مش موجوده. وطبعا دي احدث حاجه نازله حاليا في الاي الدبليو 214. كل حاجه انت عايزها موجوده هنا في الشاشات، انت مش محتاج تعمل حاجه. الكراسي طبعا كهرباء ومساج وتسقيع وتسخين، مع ساوند سيستم برمستر رهيب، مع مجموعه كاميرات محيطيه 360 درجه وهيد اب ديسبلاي وبلايند سبوت. غير كمان ان العربيه فيها كل انظمه الامان والحمايه، وفيها كمان مجموعه من الحساسات حوالي 18 حساس، مع كاميرات داخليه تقدر تراقب الحركه اللي جوه العربيه وتصور كل حاجه بتحصل. وكمان خاصيه الانفراريد اللي موجوده في الداشبورد الديجيتال، اللي لو وانت سايق عينك غفلت هي بتنبهك، ولو نمت بتركن على طول لوحدها. طبعا العربيه فيها اوتو بايلوت، فانت تقدر العربيه تركن لوحدها بمنتهى البساطه. غير طبعا مرسيدس مين؟ هي مرسيدس. Yes. Close all sun blinds. Just closing the roller sun blinds now. A bit of relief from the sun. ماشي انت ما شاء الله عليك. هي مرسيدس.
How can I help? open all sun blind. Could you repeat that, please? open all sun blind. I'm opening the roller sun blinds now. Let there be light. واخدين بالكم، هي الاول مرسيدس مي كانت بتنفذ الاوردر بس، دلوقتي بقت بتحط التاتش بتاعها، يعني مش بتنفذه بس، لا يعني بتدي لك التاتش. عايز اقول لكم الامبيانت لايت في العربيه رهيب رهيب بالليل، الكلام مش ممكن. لو واخد بالك هتلاقي ان الالوان بتاعت الامبيانت لايت بتتغير تباعية مع الصوت اللي طالع. خلينا برضو نغير لون مثلا الامبيانت لايت. هي مرسيدس Yes. change the ambient light to blue. Cool blue. Good. بص غيرته هي للبلو وبتقول لي جد كمان، يعني مبسوطه بيا. طيب خلينا نديكم برضو شويه حاجات يعني عجباني في الانتيريور. الموضوع بتاع الخشب اللي بلون الفحم ده عاجبني قوي. وطبعا جوه فيه هنا مكان ل شاحن وايرلس للموبايل، واثنين كاب هولدر، والكاب هولدر دي فيها تسقيع وفيها يعني لو انت عايز تسخن حاجه، عايز تسقع حاجه بتحطها هنا وهي بتنفذ على طول. وكمان عندنا هنا مساحه للتخزين وفيها شاحن، غير الجزء اللي ورا في عندنا شاشه واماكن للتكييف. تعالى نبص بسرعه بقى على هوايات التكييف دي. اولا انت تقدر تغير اتجاه التكييف من هنا، خلاص، من الزرار ده او من الماسكه دي. وغير ده انت تقدر كمان تغير اتجاه التكييف من الشاشه. يعني لو انت النهارده عاوز تغير اتجاه التكييف مش لازم تستخدم ده، عايز مثلا تتنطط على اصحابك ولا حاجه وانت راكب معاهم، فتقدر تعمل القصه دي عادي بمنتهى البساطه. وطبعا الشاشه الثانيه الموجوده للي قاعد جنب الراكب يقدر برضو من خلالها يغير اتجاه التكييف للاتجاه اللي هو عايزه. ده كده سريعا ما يخص الانتيريور في الاي كلاس الاكسكلوسيف 2025. تعالوا بقى نطلع بره عشان نكلمكم في الاسعار بتاعه العربيه. يلا بينا. نسيت اقول لكم وانا خارج يعني كده ان طبعا الابواب كلها سوفت كلوز شفط يعني. يلا تعالى لي بره نكمل. الاي 200 الاكسكلوسيف النسخه اللي موجوده معانا النهارده ما ينفعش تشتري عربيه جديده وما تعملهاش فيلم حمايه. طبعا احنا عاملين لها فيلم حمايه ضمان 10 سنين جلوسي بيلمع، عندنا مط وعندنا جلوسي، وكمان عاملين لها عزل حراري، وعاملين صالون نانو سيراميك، وعاملين عزل حراري للبانوراما كمان. تعالى بقى نتكلم عن الاسعار بتاعه العربيه. العربيه دي الاي 200 اسعارها استيراد بتبدا من 4 مليون 900 وبتزيد على حسب ايه الفئه والكاتيجوري والاوبشنز، لغايه النسخه اللي موجوده معانا النهارده ممكن توصل لغايه 5.5 مليون. لازم تبقى فاهم الاستيراد ارخص واوفر، وكمان بتاخد كماليات وكواليتي اعلى، والعربيه بتخش الضمان والصيانه عادي جدا. عايز تسال على اي تسعير لاي عربيه استيراد اكتب لي في الكومنتات وهرد عليك. ما تنساش قبل ما تسيب الفيديو ده وتروح في اي حته تصلي على رسول الله، اوعى ما تعملش لايك وشير، واشوفكم يا رب دايما على خير. شريف فيصل اون تراك، السلام عليكم.